خلي بال حضرتك الاجابه بتاعتك دي هتقلق الدنيا كلها. لا بس هو الحقيقه وارد. طب هنا المشكله بتكون في من وجهه نظر حضرتك، هل مره ممكن يحصل ان مريضه تنقل جنين ذكر وبعدين تيجي تعمل سونار في الشهر الرابع ولا الخامس تلاقي الجنين بنت؟ بص هو الحقيقه للاسف ده وارد الحدوث، يعني نسبه حاجه دي تحصل. خلي بال حضرتك الاجابه بتاعتك دي هتقلق الدنيا كلها. لا بس هو الحقيقه وارد، واحنا شفنا حاجات زي دي قبل كده، ان حضرتك عارف هو نسبه، ودي نسبه معروفه، هي نسبه ان يحصل حاجه زي تكون تقريبا 2%. يعني كل 100 حاله في 2 ممكن يحصل معاهم الحكايه دي. عشان كده المريضه قبل ما تعمل اختيار نوع الجنين بنأكد عليها وبنمضيها هي وزوجها ان حاجه زي دي ممكن تحصل، عشان لا قدر الله حصلت هي ما تتفاجئش برضه. لازم تبقى عارفه ان هي اوريدي مشيت مشوار طويل ودفعت فلوس كتير. لازم تبقى عارفه ان حاجه زي دي وارد حدوثها بقى. بس لما تبقى حصلت طبعا بتبقى حاجه مش لذيذه يعني. بس للاسف هي وارده. طب هنا المشكله بتكون في من وجهه نظر حضرتك؟ لا ما بتكونش مشكله في حاجه، المشكله بتكون الخليه اللي اتاخدت بتبقى هي تدل انه ذكر وهو بنت، او العكس صحيح. وبقيه الجنين حاجه تانية. الفحص يعني اثناء الفحص طلع انا ناخد خليه بس. تمام. فممكن تبقى الخليه حاجه وبقيه الجنين حاجه تانية.